السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة على ماما عبلة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد البسيطيلات صغار حلوين بالدجاج، وخدمتهم بواحد الإضافة اللي عطاتهم واحد اللذة. يعني ما نقولش لكم كيفاش جاو هاد البسيطيلات، جاو رائعين في المذاق. كنتمنى إن شاء الله يعجبوكم. غادي نبدا معكم بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات هنا عندي كيلونس ديال الدجاج اللي غسلته بطبيعة الحال بالملح والحامض ونقيته من الجلده. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم بلدي، عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، عندي معلقه صغيره ديال توابل الدجاج، عندي نص ضامه ديال الزعفران، الملح دائما حسب الذوق. بالنسبه للمكون هو النافع، عندي معلقه صغيره عامره ديال النافع ومعلقه صغيره ديال السمن الحار او السمن البلدي، وعندي زعفران شعره غادي ندير منه تقريبا غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي هنايا غادي نخلطهم بنص كاس ديال الماء. غادي ناخذ واحد الطبسيل وغادي ندير فيه هاد التوابل هادو، وغادي نضيف عليهم واحد نص ضامه ديال الزعفران، وغادي نضيف زعفران شعره. اللي ما عندوش هاد الزعفران شعره يكتفي غير بضامه ديال الزعفران، وغادي نخلطها بنص كاس ديال الماء. غادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال السمن البلدي او السمن الحار، غادي نخلطهم مزيان. بالنسبه للنافع راه سيعطي واحد المذاق عجيب لهاد البسيطيلات هادو. كنتمنى ان شاء الله تجربوا النافع في البساطل ديالكم سواء كبار او صغار. صافي هنايا غادي نخوي هاد التوابل اولا هاد الشرموله على الدجاج، وغادي نحاول نشرملهم مزيان، وغادي نغطي عليهم وغادي نخليهم تقريبا. انا درتهم هنايا شرملتهم في الصباح، غادي نخليهم حتى الليل عاد غادي نكمل باقي المراحل. صافي هنايا داز تقريبا نهار كامل. في الليل خديت البصله تقريبا واحد الكيلونز ديال البصله حتى 2 كيلو الا ربع اللي قطعتها مكعبات صغيره، وعندي نص كاس ديال زيت الزيتون اللي ممكن نعوضوه بزيت المائده. صافي هنايا خديت الكوكوط ودرت فيها الزيت ودرت فيها البصله مشلضه تقريبا كيلونز حتى 2 كيلو الا ربع ديال البصله، وغادي ندير فوق منها الدجاج اللي شرملته نهار كامل في التوابل، لان الدجاج كل ما كان مرقد لنا واحد المده طويله كيجيونا البسيطيلات كيجيونا بنان ولذاذ. صافي هنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء تقريبا واحد ربع ديال كاس ديال الماء، شللت به هاد الاناء اللي كان مرقد فيه الدجاج وضفته على هاد المكونات هادو. غادي نضيف واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف واحد شويه ديال قعقله والبسيبيصه اللي مطحونين تقريبا واحد راس معلقه، حتى هما كيعطيو واحد اللذه لهاد البسيطيلات هادو. كنتمنى تجربوا هاد البسيطيلات بهاد التوابل اللي عطيتكم. صافي وغادي نسد عليهم الكوكوط، غادي نديرهم فوق النار تقريبا واحد 20 دقيقه اولا 15 دقيقه، المهم ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. صافي وكنطفيو عليهم النار كتكون شويه متوسطه، ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش مهيله. الدجاج ديالي بعد ما طاب طفيت عليه الكوكوط وحيدته بطبيعه الحال. غادي نخليه حتى يبرد عاد غادي نقطعه، وغادي نخلي البصله ديالي غادي نخليها حتى تشحر ليا مزيان اولا حتى تدغمر، ومره كنحركو ما كنغفلوش عليها، لان الا غفلنا عليها راه غادي تحرق لينا هاد البصله. ضروري كنبقاو واقفين حدا الكوكوط وكنحركو مره. هنايا خديت 4 ديال البيضات، غادي نحاول غادي نديرهم في هاد البول هادي، وغادي نضيف عليهم واحد الكيس ديال زهرة البرتقال. الا ما كانش متوفر عندنا هاد زهرة البرتقال نضيفوا عليها الماء الزهر تقريبا واحد القطره او لا جوج. صافي وغادي نخلطوا مزيان هاد البيضات هادو هما اللي غادي نضيفهم على البصله بعد ما غادي تشحر ليا مزيان. وغادي غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي تولي هذيك البصله. غادي نخليوها حتى تنشف لينا من الماء. هنايا البصله ديالي بعد ما تشحرات ليا مزيان ضفت عليها تقريبا واحد نص كاس ديال السكر سنيده تقريبا واحد 3 ديال المعالق يكونوا كبار عامرين. غادي نحركهم مزيان، غادي نضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال القرفه تكون عامره. صافي كنبقى نحرك مزيان هاد التغميره هذه ديال البصله، ومن بعد غادي نضيف عليهم البيض بعد ما طربته مزيان. كنضيف غير بشويه وفي نفس الوقت كنحرك، ضروري كنحركو باستمرار، يعني ما كنتوقفوش على التحريك باش كنحاولوا نخليو هذاك البيض ينسجم لينا مع البصله. كنبقاو نحركو مزيان، يعني ما كنتوقفوش على التحريك وحنا كنخويو غير بشويه حتى كنكملوا هذا الخليط ديال البيض.
هاد البيض هذا اللي ضفتو عليه هذاك الكيس ديال زهرة البرتقال كيجي منسم، تيجي زوين بزاف. صافي من بعد غادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال المعدنوس اللي مقطعين، ودائما كنحركو باستمرار حتى غادي نخليو هاد الدغميره هذه نخليوها يعني ناشفه، ما تكونش فيها الماء. انا ما كنصفيش هاد الدغميره ديال البسطيله، ما كنصفيهاش نهائيا، كنبقى نحرك فيها فوق النار حتى كتنشف ليا من الماء مزيان. صافي بعد ما البصله ديالي نشفت من الماء، كنضيف عليها الدجاج اللي قطعته بعد ما برد ليا. كنقطعو طريفات صغار، بما اننا عندنا بسيطيلات صغار ما نقطعوش قطع كبيره، نحاول نقطعوها غير قطع صغيره. صافي هنايا بعد ما وجدت الدغميره ديالي اولا الحشوه ديالي ديال الدجاج والبصله، وهنا عندي واحد 300 غرام ديال اللوز اللي قشرتها من قبل ودهنتها بواحد شويه ديال الزيت ودخلتها الفران حتى تحمرات ليا مزيان. صافي من بعد خرجتها من الفران، طحنتها في الهاشواغ وضفت عليها واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وثلاثه ديال المعالق صغار يكونوا عامرين مزيان بسكر كلاصي، وخلطتهم هما اللي غادي ندير مع الحشوه ديال الدجاج والبصله. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الورقه ديال البسطيله اللي عندي هنا من الحجم الكبير. كنحاول نقسمها على 4 ديال المربعات او مثلثات عفوا. كنحاولوا نقطعوها هاك على هذا الشكل هذا باش كل جوج ديال المثلثات يعطونا بسيطيله وحده. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنعمروا هاد البسيطيلات الصغار. صافي هادو هما المثلثات اللي حصلت عليهم بعد ما قطعتها. بطبيعه الحال ضروري كندهنوها من قبل بشويه ديال الزيت. خديت هنايا واحد الغلاقه درت فيها المثلث الاول كيف ما كتشوفوا، كنحاول نعمرو مزيان بالحشوه ديال الدجاج، وكنضيف واحد تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال اللوز اللي حمرته وخلطته مع القرفه والسكر كلاصي، وكنحاول نجمع الجوانب بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخرجها من هاد الغلاقه، غادي نخليها على جنب، وغادي ناخذ المثلث الثاني. دائما الجهه الحرشه هي اللي كنديروها لداخل، وكنحط فيها البسيطيله اللي عمرتها في الاول، كنلف عليها الجوانب بهذه الطريقه. وضروري كنلصقوا بشويه ديال العجينه، اولا كنعوضوا هاد العجينه تنعوضوها بالابيض ديال البيض باش كنحصلوا على هاد البسيطيلات كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين لا في الشكل ديالهم ولا حتى في المذاق. الا جربتوهم ان شاء الله راه غادي يعجبوكم. صافي انا بعد ما كملت البسيطيلات ديالي على هاد الشكل هذا وستفتهم في اللاطه اللي مفرشه بورق الضغط، غادي ندهنوا بشويه ديال الزيت، عاد غادي ندخلهم الفران. والفران ضروري تيكون سخون من قبل، وكنخليوهم على نار مهيله. انا هنايا غير شمعتهم وخرجتهم من الفران، ما خليتهمش يكملوا الطياب ديالهم لان غادي نحتفظ بهم في المجمد حتى نهار العراضه. عاد غادي نجبدهم ونكمل لهم في الطياب ديالهم. صافي هنايا خديت واحد البواطه بطبيعه الحال خليتهم حتى بردوا ليا مزيان، عاد جمعتهم في هذه البواطه كيف ما كتشوفوا ما بين طبقه وطبقه. كندير بلاستيك الغذائي، وملي غادي نبغي نطيبهم غادي نجبدهم وغادي ندخلهم مباشره للفران يكون بارد من قبل. وحتى هما غادي نخليهم مجمدين، يعني ما غاديش نديكونجليهم عاد ندخلهم الفران، غادي ندخلهم مباشره من المجمد للفران وغادي نخليهم يكملوا الطياب ديالهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطيلات بعد ما طابوا. كيف ما كتشوفوا زينتهم على هذا الشكل هذا او على هذه الطريقه. بعض الوحدات درت لهم العسل واللوز ايفيلي محمر، وبعد الوحدات درت لهم سكر كلاصي والقرفه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد البسيطيلات الصغار. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوناش دائما من اللايكات ديالكم والتعاليق والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بطبيعه الحال فضلا وليس امرا، والى اللقاء.